أهلا وسهلا فيكم بقناة أبو عمر الغزاوي. ما تنسوناش اللايك والمتابعة، وأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا بعتذر على التأخير، شهر رمضان وقبل شوية كنت شوية مشغول الصراحة، شغل وهون وهنا، ما كانش عندي وقت الصراحة أطبخ وأصور. كانت المدام هي تطبخ وطبعا جت متأخرة. كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا من السالمين إن شاء الله يا رب. ورجعت لكم اليوم بأكلة جديدة، وطبعا معانا هنا فواكه البحر، وهنا جمبري، وهنا فلفل أحمر وفلفل أخضر وبصل أخضر وزنجبيل وتوم وبصل وثلاث حبات بندورة، طحنتهم ناعم. أنا طبعا هاي الأكلة بحبها كتير ومفيدة وصحية، وطبعا للمتزوجين واستنونا وشوفوا كيف راح نعمل لكم الطريقة. طبعا أول حاجة أنا خلطت هون زبدة مع زيت شوية صغيرة، والمكونات هاي اللي فرجيتكم إياها أول فيديو ننزلها كلها مع بعض مرة. يعني هذا المفروض كل أسبوع مرة تعمل الأكلة، نحرك فيهم حتى إيش يدبلوا معنا، مش يتحمروا، يدبلوا. بعد ما يدبلوا طبعا راح نجيب إيش الجمبري وفواكه البحر نحط عليهم. نزل ايش الجمبري وفواكه البحر عليهم، بيقولوا بسم الله. واه طلعت الريحة يا جماعة، طلعت الريحة ما شاء الله. والحين نحرك كل المكونات مع بعض. يا سلام، اسلخ يا معلم، اسلخ اسلخ هذه الأكلة وبعد ساعتين ماليش دخل شو بصير معك. رجعت لكم طبعا. هون لما صار عندنا نص استوى تقريبا، يعني راح يستوي. عنده هنا شوية لوز وكاجو نديرهم عليهم هيك ونقلبهم مع بعض. راح نجيب البندورة تبعتنا اللي خرطتها هيك، نضلنا نحرك فيهم يا جماعة. هاشي كتير غير ملح وزنجبيل وشوية فلفل أسود، هذا ما كان، ما بدهاش حاجة تانية، لأنه عشان إيش نحس بطعم الخضار والجمبري والفواكه البحر، لازم نحس بطعم. معنا كل شيء. هلا إيش وقت البهارات. البهارات طبعا شوية فلفل أسود، شوية ملح، ونحط ايش قلنا الزنجبيل. وين الزنجبيل؟ هذا هو الزنجبيل، نص ملعقة وشوية. طبعا هي هيك خلص جاهزة، بس انا ايش راح احط شوية هيل، شوية صغير. تمام. طبعا هاي البهارات ما بدها شيء. اذا بدكم تضيفوا فلفل بابريكا من قبل، انا خارطه صغير. وعند هون البندورة ما بتحتاج البابريكا يعني. طبعا نحرك فيهم هيك شوية ونخليهم على النار ربع ساعة حتى يستوي معنا كل شيء، ربع ساعة. بعد هيك بنطفي عليه. بعد هيك طبعا تيجي مرحلة الفرن، يعني نحطها هنا كلها هيك. يا سلام الريحة يا جماعة. طبعا نوزعها على كل الصينية هيك. في اختياري، تمام، في حاجة اختيارية، فأنا ايش راح افرجيكم اياها. عندي هنا جبنة موزاريلا، تمام. انا راح ايش احطها على الوجه هيك، اقطعها صغيرة احطها على الوجه هيك، تمام. كمان بتعطيها نكهة زاكية زاكية زاكية. طبعا يا جماعة ما تنسوش تحطوا لنا لايك ومتابعة للصفحة، وحاولوا تنشروا القناة، وبارك الله فيكم عشان ايش اضل استمر معاكم ان شاء الله. طبعا هيك نوزع الجبنة على الكل، على كل الصينية.
هذا جبنة موزاريلا يا جماعة، اللي بيسأل على هاي جبنة شو، هاي جبنة موزاريلا بتيجي كتير ناعمة وطرية. وهون جهزت معانا أكلتنا يا جماعة، الدسم الزاكي الرهيب الفسفور كل شي فيها هاي الأكلة. وهنا طبعا راح نزوقها شوية هيك بالبقدونس. يا سلام يا سلام، اسلخ يا معلم اسلخ اسلخ. الحين طبعا راح ايش نحطها بالصحن، نعمل هيك هيك هيك. يا سلام، شوف كيف الموزاريلا بتمط يا جماعة، شوفوا كيف الجبنة، يا سلام. واو. حط هيك على الوجه، حط هيك شوية بقدونس على الوجه كمان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا ندوقها نشوف كيف الطعم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل هيك، طبعا سخنة. يا سلام، بسم الله الرحمن الرحيم. مم. مم. ما شاء الله يا جماعة، والله غير تدعولي اعملوها بنفس طريقتي أنا وبنفس المواصفات والتقديرات وكل شيء والوقت، وقولوا لي شو رأيكم. واستنونا بفيديو جديد، وتنسوناش لايك سبسكرايب متابعة كل شيء اعملوا.